وهكذا مما يدل على شرف العلم وأنه أفضل من المال أن العلم يورث للعبد صفة العبودية، وأما المال فإنه يورث للعبد صفة الملوك. فالعلم يورثك صفة العبودية والتواضع والذل والخشوع لله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما ازداد العبد علما ازداد ذلا لربه وخشوعا وخوفا من ربه سبحانه وتعالى، وازداد مسكنة لربه عز وجل وتذللا وعبادة لله سبحانه وتعالى. فالعلم يورثه صفة العبودية لله عز وجل. والمال يورث العبد صفة الملوك من الكبر ومن التعالي ومن تعاظم ومن الطغيان والعياذ بالله. وكلما كثر المال واشتد الحرص عليه كلما تمكنت هذه الصفات من قلبه والعياذ بالله. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يطغى ويتجاوز حده إذا أغناه الله سبحانه وتعالى من فضله. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. أورثهم المال الطغيان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالعلم يورثك صفة العبودية لله عز وجل والتذلل والخضوع والخوف من رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما المال فإنه يورثك صفة الملوك والطغيان والتجبر والعلو إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وعافاه من ذلك بالعلم النافع. من عافاه الله عز وجل بذلك بالعلم النافع فإنه ينجو من مثل هذه الشرور. فهذا مما يدل على فضل العلم وعلى شرف العلم وأنه أفضل من المال.